عايزين نعمل جلو اب في حياتنا، نبدأ نغير من شكلنا وكمان من شخصيتنا، بس مش عارفين نعمل ده ازاي. بشوف ناس كتير قوي بتحاول ان هي تعمل جلو اب، تغير من شكلها، تغير من الستايل بتاعها، تغير من القصة بتاعت شعرها. بس بتشوف ان ده مش كفاية، محتاجة تعمل اكتر واكتر واكتر عشان توصل لأفضل نسخة من نفسها. الموضوع بسيط جدا، بس محتاجين نعرف ايه الحاجات اللي ممكن نتخلى عنها عشان نبدأ نعمل جلو اب ويكمل معانا لسنين كتير قدام، ونوصل لأحسن وأفضل نسخة اللي احنا عايزينها. أنا خلود، welcome back to my channel. أنا هنا بساعدك ازاي توصلي في أحسن نسخة من نفسك، لأن أنا كمان بوصل لأحسن نسخة من نفسي، فبشارككم الحاجات اللي ممكن تساعدكم ان انتوا تعملوا جلو اب وتغيروا من نفسكم ومن حياتكم. في 10 أشياء محتاجة إنك تتخلي عنهم وتودعيهم وتقولي لهم باي باي من حياتك عشان تبدأي رحلتك في الجلو أب. أول حاجة محتاجة تتخلي عنها، محتاجة تتخلي عن الناس التوكسيك، الناس اللي طول الوقت بتحبطك، بتخليكي تحسي إن انتي قليلة، بتخليكي تحسي إن انتي مهما عملتي مش كفاية، اللي طول الوقت بتحاولي إن انتي تفضلي تديهم، طول الوقت انك تحاولي ان انت تكوني معاهم. ليه؟ لان انت لو معاكي دلوقتي حد بيسحب الانرجي بتاعتك، وانت محتاجة انرجي عشان تقومي من تاني عشان تبدأي لايف ستايل جديد، فمش هتعرفي تعملي ده من غير انرجي. فالانرجي بتاعتك لما تديها للي حواليكي انت مش هيتبقى لك حاجة. فاحنا كل اللي بنحاول نعمله ان احنا بنجمع الانرجي بتاعتك، وان انت بتجمعي الانرجي بتاعتك من اي حاجات ما بقتش بتفيدك عشان خاطر تعملي لايف ستايل جديد، عشان خاطر تعملي نسخة جديدة من نفسك. اللي بتلاحظوا ان انتوا بتتأثروا بالانرجي بتاعتهم، بتتأثروا بطاقتهم، ابعدوا عنهم. لان انت لو بتفكري ان انت تفضلي تتقدمي وسط الناس دي، مش هتاخدي ولا خطوة انك تتقدمي. الحاجة التانية دي بالنسبة لي تحطي تحتها 100 خط: ما تقارنيش نفسك بحد، وما تخليش حد يقارنك بحد تاني. لان انت لما تبدأي تدخلي نفسك في مقارنة بحد تاني، تقارني نفسك في الشكل، تقارني نفسك في النجاح، تقارني نفسك في التعليم، تقارني نفسك بأي حد تاني في حاجة في يعني حاجة عامة عندك انت، بتقارني نفسك بحد تاني، ده بيخلق جواكي صراع. فانت الطاقة اللي عندك برضو هتضيع في ان انت قاعده بتتخانقي مع نفسك. هو محدش شايف ان انت بتتخانقي، بس انت قاعده بتتخانقي مع نفسك عشان انت مش راضيه عن المستوى اللي انت فيه، مش راضيه عن الشكل اللي انت دلوقتي عليه حتى كتعليم. المقارنه بتهدر منك، بتهدر من الانرجي بتاعتك، بتخليكي طول الوقت مش عايشه في قبول، في حاله قبول، ولا عايشه في حاله رضا. فانت مش هتكسبي اي حاجه طول ما انت قاعده بتقاومي نفسك، بتقاومي الحاجه اللي انت عليها دلوقتي. احسن حل بشوف انك تقبلي كل حاجه، الوضع اللي انت فيه دلوقتي، ان احنا نتعلم ان احنا نقبل، وبعد كده نتعلم ان احنا نغير ده. لو انت مثلا حاجه في شكلك مش عاجباكي ووزنك مش عاجبك، خلاص اوكي، هو ده وزنك، وردي ان هو ده وزنك دلوقتي، بس بعد كده هتحطي بلان تمشي عليها عشان توصلي للجسم اللي انت عايزاه. فبلاش تدخلي في صراع مع نفسك، محدش هيكسب ولا حد هيستفاد من اي صراع انتي داخلاه مع نفسك، ولا حتى انتي هتستفادي. افتكري ان دايما رحلتك وطريقك مختلف عن اللي حواليكي. ممكن تبقي عايزة حاجة وعايزة توصلها بسرعة، وتشوفي ان حد تاني وصل لنفس الحاجة اللي انتي عايزاها وصلها بسرعة، عشان ربنا كاتب له كده. كل واحد وليه رحلة مختلفة، ليه ان هو يوصل لحاجة بشكل مختلف عن التاني. فما تقارنيش نفسك بالحاجة اللي انت عايزاها بحد وصل لها، عشان خاطر انت مش شايفة اكيد الشخص ده عمل ايه او اتنازل عن ايه عشان خاطر يوصل اللي هو عايزه. فما تقارنيش نفسك بحد، وما تسمحيش لحد يقارنك ابدا، لان المقارنات بجد بتحسسك ان انت قليلة، بتحسسك ان انت مش كفاية، بتحسسك اصلا انت مالكيش قيمة. تالت حاجة مهمة واللي ناس كتير بتقع فيها وأنا وقعت فيها، هو إن إحنا بنخاف من التغيير، بنخاف إن إحنا نطلع بره الكومفورت زون بتاعتنا عشان خايفين
ان احنا نخسر. بالنسبة لنا منطقة الامان بتاعتنا هي كومفورت زون، فمش عارفين نطلع منها، نشوف حاجات جديدة، نكتشف نفسنا في حاجات جديدة. مثلا انتي تكوني شغالة شغل بالنسبة لك راضية عنه، ان انتي بتاخدي منه فلوس كويسة كل حاجة، بس هو بيستهلك طاقتك، حاسة بزهق منه، مش عايزة تكملي فيه، بس خايفة مثلا ما تلاقيش شغل تاني بعدين، فبتفكري وبتتوقعي الأسوأ. لو احنا بدأنا نغير وجهة نظرنا عن التغيير، وان ممكن تبقى حاجة تانية، لو احنا سيبنا حاجة قديمة او حاجة لا قدر الله سبتيها غصب عنك، بتشوفي الأسوأ. فما تتوقعيش دايما الأسوأ، شوفي ان دايما لو في باب اتقفل عشان يفتح لك تاني باب افضل بكتير. وبجد عن تجربة ان ده حصل معايا، بس ما كانش في الشغل، كان في ريليشنز. وبشوفها ان هي حاجة بتتقفل عشان حاجة تاني افضل تتفتح، شغل بتسيبيه عشان شغل تاني افضل يقدرك، شغل تاني يديكي اكتر الفاليو اللي انت ما كنتش مقدره نفسك فيها في الشغل القديم. كليه معينه كنت عايز تخشيها بس ما دخلتهاش ودخلتي كليه تانية فزعلانه، فلا، ما تزعليش. من التغيير الموضوع ما بيكونش ظاهر بالنسبه له ولا بيكون واضح ليه. يعني مثلا انا لما جيت فكرت قررت ان انا عايزه اتغير، لقيت ان انا عايزه احط عادات جديده، 1 2 3 عاداتي اغيرها كلها. بس اللي حصل استمريت لفترة على العادات بتاعتي الجديدة، وبعد كده رجعت تاني لنفس العادات القديمة. اكتشفت ان بسبب ان انا خايفة من التغيير. لو انت خايفة من التغيير ابدأي خطوة خطوة وغيري من حياتك. ما تبدأيش مرة واحدة تقولي بس انا عايزة اغير حياتي عشان شكل حياتي مش عاجبني، وتبدأي تقلبي كل حاجة مرة واحدة. يستحيل ان كل حاجة تتغير ما بين يوم وليلة. بس لما انت تاخدي قرار ان انت عايزه تغيري، هتبداي تاخدي خطوات صغيره، والخطوات الصغيره دي هتأدي ان انت توصلي لتغيير كبير. مثلا انت عايزه علاقات فيها اكتر احترام، اكتر تقدير، بس انت دلوقتي وسط علاقات ما بتقدركيش، ما بتحترمكيش. الخطوه والقرار الصغير اللي انت تحتاجي بس انك تعمليه، انك هتسيبي الريليشنز اللي مش بتفيدك ابدا، واللي مش مدياكي من احترامك اللي انت عايزاه ولا التقدير اللي انت عايزاه، وهتبدأي انت تدي لنفسك اللي انت محتاجاه. وقفي جلد ذات، بطلي تجلدي نفسك. دي رابع حاجة مهمة جدا، ان انتوا تشوفوا نفسكوا اذا كنتوا بتعملوا كده ولا لا. يستحيل ان انتي تقعدي تجلدي نفسك على حاجات حصلت معاكي زمان، على مجموع ما جبتهوش، على علاقات دخلتيها، على ايا كان اللي عملتيه زمان او حصل معاكي زمان، وان انت تاخدي خطوات لقدام. يستحيل ان انت طول الوقت باصه لورا، ده انا غلطت ان انا عملت كذا، ده انا كذا كذا. كل ده بيخليكي عايشه في الماضي، عايشه في زمان مش دلوقتي اللي بتركزي في اللي انت عايز تعمليه في المستقبل. بشوف ان جلد الذات مفيش منه فايده بنسبه 1%. مش هتستفادي حاجه لما تقعدي تجلدي نفسك وتلومي نفسك وتحسي بتأنيب ضمير. قوليلي كده، تأنيب الضمير ده هيديكي ايه في المقابل؟ بيخليكي برضو تعيشي في صراع مع نفسك، اللي هو يخليكي طول الوقت في حالة ندم، في حالة يا ريتني كنت عملت كذا. طب يا بنتي، ما انت عندك المستقبل قدامك، عندك اللحظة دي دلوقتي تقدري تعدلي في المستقبل بتاعك. بدل ما بتفكري في اللي حصل زمان، فكري دلوقتي في اللي انت عايزة تكوني عليه في المستقبل، وابدأي اشتغلي عليه، لان اللي فات عمره ما هيرجع. بس لو انت اخدتي خطوة وقرار ان انا خلاص مش هجلد نفسي تاني، وعادي ان انت بشر، وطبيعي ان انت تغلطي زي اي حد ما هو بيغلط، خلاص. لان انت مش جاية هنا في الحياة دي عشان ما تغلطيش وتبقي زيرو غلط فتقعدي تندمي طول الوقت. بالعكس، انت محتاجة تتعلمي انك تغلطي عشان تعرفي تتعلمي وتعلمي غيرك، او تتعلمي وتطوري من نفسك. رقم 5، محتاجة تتخلي عن التردد والاوفر سينجينج كتير. ان انتي مترددة ان انتي تاخدي خطوة في حياتك، بتفكري لها كتير قوي عشان خاطر تعمليها بطريقة صح. فبجد الموضوع ده هيتعبك ويرهقك. طول الوقت انت عايزه تاخدي خطوه وعايزه تاخدي قرار، بس انت متردده، بتفكري في الفشل وبتفكري في النجاح، يعني بتفكري في الامور كلها.
اللي هو انت حابة تسيطري على كل حاجة بتعمليها. انا مع الوقت لاحظت نفسي ان انا عندي تردد، بتردد ان انا اخد قرارات في حياتي معينة عشان بس انا خايفة. وقلت لكم على الخوف من الفشل والخوف من النجاح، لان الاتنين كانوا عندي. اللي هو انا مترددة ان اخد الخطوة اللي انا عايزاها، بس مش عارفة اخدها. ده بيكون عند اي انسان ربنا خلقه، كلنا بيكون عندنا مخاوف، كل واحد عنده مخاوف بشكل مختلف. بس الفكرة في نوعين من البشر: نوع بيختار ان هو يمشي رغم الخوف بتاعه، ونوع تاني بيقرر ان هو مش هيمشي عشان هو خايف. فاللي بيختار ان هو يمشي وياخد القرارات في حياته حتى رغم الخوف بتاعه، بيبدأ يكتشف بعدين ده كان بس الخوف ده موجود في عقلي انا. فبعد ما نفذت الخطوات اللي انا كنت خايفة ان انا اعملها، ايه ده مفيش اي حاجة من اللي انا كنت خايفاها دي طلعت حقيقية. الخوف هو وهم بالنسبة لنا، هي اوهام في دماغنا بس احنا بنكبره علينا. لو انتي عايزة تكوني بنت بجد عندها ثقة بنفسها، اتحركي رغم ان انتي خايفة. انتي اللي بتختاري عامة، احنا اللي بنختار اذا كنا نفضل في مكاننا او ناخد خطوات ونتقدم. فالنهارده بيبقى القرار في ايدك انتي، انك تتحركي وتاخدي خطوات رغم ان انتي خايفة، وتقولي انا خايفة من ان انا اعمل واحد اتنين تلاتة، بس انا قررت ان انا اعملهم خلاص. الناس اللي بتكون خسرت كل حاجة وما عندهاش حاجة تخسرها، دول اكتر ناس الخوف عندهم خلاص راح، لان هم واجهوا كل حاجة كانوا بيخافوا ان هم يخسروها. فاعتبري نفسك ان انتي ما عندكيش اي حاجة عشان تخسريها، وابدأي خدي قرارات في حياتك. ما تمشيش في حياتك بعشوائية. ما تكونيش اللي هو مش عارفة بكرة انت وراكي تعملي ايه، او ايه اللي محتاجة بكرة تبقي تنجزيه. ليه بقولك كده؟ عشان خاطر انت لما بتكونيش عارفة ايه الحاجات اللي وراكي تعمليها ومش كاتباها قبل ما تنامي، ده بيخليكي تحسي ان انت محتاجة تفكري كتير قوي ان هتبدأي بايه اصلا يومك. اللي هو انت مهمة جدا قبل ما تنامي تكوني عارفة ايه الحاجات اللي انت هتعمليها بكرة، تكوني عارفة ايه الحاجة اللي اصلا اول ما تصحي هتعمليها. ما تسيبيش عقلك هو اللي يمشيكي، لا انت ماشيه عقلك، انا لما اصحى هعمل واحد اتنين تلاته. انت اللي بتبدأي تحطي هنا البلان مش عقلك. ابدأي حددي الاهداف بتاعتك، خلي اهدافك واضحه محدده، وقتها ابدأي اشتغلي عليها. حطي لها بلان شهريه، وقسمي البلان الشهريه دي لبلان اسبوعيه، وهكذا. ولو انتوا حابين نبقى نعمل فيديو عنه، ممكن نبقى نعمل فيديو عن التخطيط. الشيء اللي محتاجة تتخلي عنه ضروري، سابع شيء، وهو إدمانك على السوشيال ميديا. بمعنى ان انت من اول ما تصحي لحد ما تنامي تفضلي ماسكه موبايل، تقعدي تعملي سكرولينج كتير قوي، تحطي اهداف، ممكن تخططي كل حاجه، بس انت مش عارفه تتخلصي من ادمانك على السوشيال ميديا. اسالي نفسك كده، انت بتستفادي ايه اصلا لما تقعدي تعملي سكرولينج، غير ان عقلك بيتشتت؟ بتشتتي نفسك، بتشتتي عقلك. اللي هو لو حتى انت مقرره هتعملي ايه في يومك، فمش هتعمليه عشان خاطر انت ماسكه موبايل طول الوقت. حل الموضوع ده ان انت تبداي تسيبي الموبايل واحده واحده. مش بقولك تسيبيه خالص، بس بقولك ان انت ممكن تسيبيه، تبداي تسيبيه مثلا نص ساعه ساعه، تنزلي تتمشي من غير موبايل، تبداي مثلا تدخلي المطبخ من غير الموبايل وتعملي حاجه انت بتحبيها، تقعدي مع نفسك كده شويه من غير موبايل، تفصلي عن جو السوشيال ميديا. مع الوقت ممكن في الاول هتحسي بملل، هتحسي بزهق، عادي جدا، عادي تحسي بملل وزهق. بس الفكرة كلها ان انت بتعيدي تاني برمجة عقلك ان عادي ان انت قاعدة من غير موبايل، عادي انت بتعملي حاجات تانية وانت مش ماسكة موبايل، انك تبدأي مثلا تقري كتاب. المهم ان انت تعرفي تشغلي نفسك بعيد عن الموبايل، تبدأي تعملي الحاجات اللي انت عايزة تعمليها والموبايل بعيد عنك. الشيء اللي انت محتاجة تتخلي عنه رقم 8، وهو انك ما تحاوليش تكوني مثاليه. ما تحاوليش تكوني مثاليه في علاقاتك، ما تحاوليش تكوني مثاليه في حياتك، وما تحاوليش تخلي شكلك بيرفكت، شعرك، ميك اب بتاعك، لبسك. لان طول ما انت تحاولي ان انت تبقي بيرفكت هتستنزفي نفسك. انت اصلا ليه بتحاولي تبقي بيرفكت؟ يعني اسالي نفسك كده، هو انا ليه بحاول ابقى بيرفكت؟ ما تقوليش عشان نفسك، انت بتحاولي تبقي بيرفكت عشان تلفتي نظر اللي حواليكي، تحاولي تكوني بيرفكت عشان حاجه معينه. تاخدي مثلا فاليديشن من بره،
لكن المثالية ان انت طول الوقت بتدوري ان انت تبقي بيرفكشن في كل شيء، ده هيضيعك في النص وهيخليكي تحسي خلاص ان انت مش قادرة تعملي اي حاجة، ومش هتكوني فعلا عايزة تعملي اي حاجة، لانك بتوصلي لمرحلة ان خلاص انا هقعد اعمل ايه تاني، انا احب عشان اتحب عشان خاطر اتقبل وهكذا. فما تحاوليش تعملي كل حاجة بيرفكت. طول ما انت هتحاولي تبقي بيرفكت هتفضلي معطلة نفسك، عشان هتبقي شايفة ان انت مش هتعملي الشيء ده غير لما تبقي جاهزة. وانا عانيت بجد من الموضوع ده، بس كان الحل بالنسبة لي ان انا اسمح لنفسي ان انا اغلط عادي، لان انا الشخص اللي بيحاول يكون بيرفكت بيحاول ان هو ما يغلطش، ما يقعش في غلط، يعمل الحاجة بطريقة مثالية. فبقيت بسمح نفسي عادي، اللي هو اغلطي، اللي هو خلي الحاجة ما تطلعش احسن حاجة، لان طبيعي لما نيجي نبدأ اي حاجة بالنسبة لنا مش هتبقى احسن حاجة، بس مع الوقت واحنا ماشيين بنتطور فيها، بنشتغل على نفسنا فيها، فبعد كده بتطلع حلوة قوي، بنكون خلاص وصلنا لمرحلة ان احنا اتقناها. فما تحاوليش ان انتي تخلي حياتك بيرفكت من اول مرة، يستحيل ان ده يحصل. اسمحي لنفسك انك تعيشي حياتك بعفوية، خليكي عفوية بجد. مؤخرا في حياتي انا بقيت بجد بظهر بعفوية، اللي هو ايوه هي دي انا، هي دي على طبيعتي. بالعكس انتي بتبقي جذابة اكتر وانتي عايشة على طبيعتك وانتي عفوية جدا، مش بتحاولي تكوني فيك، مش بتحاولي تتصنعي عشان تعجبي ولا اي حاجة. رقم 9، الشيء اللي محتاجة تتخلي عنه دور ان انتي تحاولي تكوني ضحية للي حواليكي، لان محدش مسؤول عن حياتك غيرك، ولا انتي مسؤولة عن انك تنقذي اللي حواليكي وتبقي سوبر وومن للي حواليكي، لان ده مش دورك. انتي مش دورك اصلا في الحياة عامة انك تكوني ضحية للي حواليكي، ولا انك تكوني منقذة. انتي دورك ان انتي بتبقي مسؤولة عن نفسك، مسؤولة عن حياتك، مسؤولة عن قراراتك. كل حاجة تخص حياتك انتي مسؤولة عنها. لكن ما تجيش ترمي مسؤولية حياتك على حد تاني، وما تجيش ترمي انك تنقذي حد على مسؤوليتك انتي، لانك دورك انك تنقذي نفسك وتكوني مسؤولة عن نفسك بس. الانقاذ دي حتة ان احنا ننقذ الناس، كأننا بجد بنتدخل في دور ربنا. ربنا هو الوحيد اللي بينقذ، احنا ملناش اي احقية ان احنا ننقذ اللي حوالينا. سيبي كل واحد يتصرف بالطريقة اللي تعجبه، سيبي كل واحد يغلط ويتعلم، ما تتدخليش في حياة حد، خليكي في حياتك وركزي على حياتك. رقم 10، بطلي تكرهي نفسك، وابدأي تعلمي ازاي تحبي نفسك. وانك تحبي نفسك ده انك بتدي لنفسك وعود، انا هعمل لنفسي 1 2 3، انا هبدأ اشوف ايه اللي في حياتي مش عاجبني وهبدأ اصلحه. حب حياتك دلوقتي زي ما هي، حب النسخة اللي انت عليها دلوقتي، ما ترفضهاش، ما ترفضيش اي حاجة في نفسك وما تكرهيش اي حاجة في نفسك. انت لما بتبدأي تقبلي كل حاجة فيكي آه، ده بيسهل عليكي انك تبدأي تاخدي خطوات عشان تبدأي تدخلي حياة جديدة انت عايزاها، تبقي في نسخة جديدة انت عايزاها. فخليكي مبسوطة وسعيدة في حياتك، اقبلي كل حاجة وحشة حصلت معاكي. لان انت لو رفضتي او قاومتي ده مش هيفيدك بحاجة. عن تجربة برضو، الفيديو ده طلع من قلبي ليكم، لان انا اغلب الحاجات اللي قلتها هي كانت بتعبر بجد عني، وعن حاجات انا مريت بيها خلتني افهم اللي كان بيعطلني ان انا اطور من نفسي، ان انا اكون في نسخة احسن، ان انا اكون في نسخة افضل من نفسي، ان انا ما كنتش راضية. فكل ده جه علمني ان اتعلم ارضى. وبرضو عشان توصلك مسج، ارضي بكل حاجة دلوقتي معاكي، وابدأي اشتغلي في ان انت تغيري بعد كده، تعرفي تعيشي حياة سعيدة ومبسوطة فيها. لكن بجد لما تبدأي ان انت تحبي نفسك وتدي لنفسك أولوية في حياتك، مش اللي حواليكي، انت أولوية نفسك، حياتك أولويتك. بنات شاركوني وقولوا لي عندكم كام حاجة من ال10 حاجات اللي انتوا محتاجين تتخلوا عنها، وايه اكتر حاجات نفسكم تتخلوا عنها بس مش عارفين.